لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعين قنوات الكأس الرياضية. طبعا احنا يمكن نقول هارد لك لمنتخب المغرب في هذه المباراة، لكن ألف مبروك هذا الإنجاز الجميل جدا وصولها إلى نصف النهائي، واحنا متأكدين أن كان طموحهم أكبر وأكبر في هذه البطولة بعد الأداء الجميل اللي شفناه. معنا مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراقي. First of all, I'm gonna say congratulations on reaching that kind of level, that kind of performance, and I think we wanted more as an Arab, but at the end it's football. في الأفضل ولكن فعلا تلك كرة القدم. To give to Arabic people and Moroccan people this World Cup. نقدم للشعب المغربي وللعرب أفضل ما لدينا. أريد أن نهنئ اللاعبين until the last minute لأنهم اجتهدوا لآخر دقيقة، أرادوا أن تفخر بالجماهير وقطر. كذلك أنا سعيد جدا بهذا التنظيم وحب الشعب القطري، ولكن حظ أوفر ربما كان ذلك الخطأ في بداية الشوط. بعد ذلك قاتلنا وعلينا أن نقبل مشيئة الله ونقول الحمد لله. Just to keep in mind that we are proud. نحن نفخر بكم. عليك أن تعرف ذلك. المغرب قبل بلاء حسنا، وصلتم لهذا المستوى العالي وقدمتم إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية الأفريقية. نحن نفخر. كنا نود الأفضل بعد ما قدمتموه. كلنا نريد الأفضل، ولكن عندما تخسر قائدك وعندما تخسر مزراوي هو كثير بالنسبة للمنتخب المغربي. ليس لديك أفضل اللاعبين، ولكن اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم. مثل ما قلت منذ البداية، عندما لا تكون مكتمل 100% تحاول القتال حتى يفخر بك شعبك وحتى تجعل الجميع يفتخر بك في المغرب. إذن قتال أخير سيكون ضد كرواتيا، وستحاولون الحصول على المركز الثالث إن شاء الله. لدينا العديد من اللاعبين المصابين، هنالك لاعبون كذلك لم يحظوا بوقت العب في هذه المنافسة. أريد أن أمنحهم بعض الدقائق لأنهم يستحقون ذلك. قاتلوا مع الجميع، وسأضع أفضل تشكيلة تمكننا من النصر حتى ننهي ثالثين. شكرا وتهانينا مرة أخرى. أنا حزين من أجل الشعب القطري بعدما قدموه وأنجزوه. أردنا أن نقدم نتيجة أفضل. أريد أن أقول لكل مواطن قطري عليه أن يفخر بوطنه. شكرا جزيلا لك. تفضل يا الحمد لله أسطورة. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. جاء لي من الفصل. بقول مبروك للمغرب، الوطن العربي. النهارده قضيتوا مباراة من وجهة نظري مباراة أحسن مباراة اتلعبت في الست مباريات. الشعب المغربي يفتخر، عنده منتخب على أعلى مستوى. المطلوب منهم والناس هتطلب منهم أكتر بعد كأس العالم إن هم يفضلوا على نفس المستوى. ما فيش حد من اللعيبة قصر، ما فيش حد من الاستاف كله قصر، كله كان بيشتغل لمصلحة المنتخب المغربي. وبدليل إن هم وصلوا للدور قبل النهائي. اللي أنا عايز أقوله حاجة مهمة، ما فيش حد يبقى حزين، ما فيش حد يزعل. كل واحد كان نفسه توصل للمباراه النهائيه، بس انت طموحك وانت اول ما كنت جاي كاس عالم كان عندك هدف وان انت ما توصل الدور اللي هو الثاني. بس بعزيمه اللعيبه واصرار اللعيبه والترابط بتاعهم في الملعب، ومعاهم كابتن وليد طبعا راجل المدير الفني انا برفع له القبعه ان هو في فتره قليله يقدر يخلي المنتخب في الترابط ده والروح دي موجوده في الملعب والكوره الجميله. النهارده يوصلوا لمرمى منتخب فرنسا، ممكن ما تكونش في حاجه في الثلاث خشبات، بس تعرفك ان في هجوم، في اصرار من اللعيبه ان كانت تعمل حاجه النهارده. يمكن النهارده الكورتين الوحيد اللي جم على المنتخب المغربي دخلوا طبعا بدلك وعدم توفيق، بس لازم ترفعوا راسكم، لازم تفتخروا تبقوا مبسوطين ان المغرب عندها منتخب قوي. عندكم مركز الثالث والرابع، لازم يبقى عندكم هدف ان انتوا تاخدوا الثالث وتثبتوا للعالم كله ان انتوا ما وصلتوش المباراه قبل النهائي بس كده، لا انتوا وصلتوا لها بتعب
وتستحقوا ان انتم تاخدوا ثالث العالم، وربنا يكرمكم ان شاء الله. كاس العالم ما في فريق كبير وفريق صغير، وقدموا مباراه كبيره لله الحمد، وونسوا كل بيت خالد بالوطن العربي والامه الاسلاميه. هذا الفريق خالد نفتخر فيه احنا الصراحه، الفريق هذا يعتبر من الكبار، يعني من كبار العالم. لما تقعد تسولف عن كبار العالم، من البرازيل، الارجنتين، فرنسا، انجلترا، لازم تذكر المغرب باللي قدمه. اليوم المغرب لعب مباراه كبيره. شكرا لك. اشرف بن عياد تفضل. ليكيب دو فرانس منتخب فرنسا كتب التاريخ مرة أخرى. الأمر لم ينتهي، نحن في النهائي، ولكن علينا أن نكمل المشوار. سنبقى مركزين على هدفنا والفوز. ما شعورك في مثل هذه الأمسية؟ من الصعب أن ندرك ما حققناه. أتممنا المباراة وسنستمتع في هذه الأمسية وغدا حتى نستريح لأن المباراة قادمة. تكلم؟ يلا تكلم. بس أرجو يعني باختصار كلكم شباب. ها نقول شكرا للمغرب، شكرا لجماهير المغرب. اسعدونا يا خالد المنتخب المغربي في جميع المباريات، واليوم من افضل المباريات كانت، لكن كان ينقصهم التوفيق. خالد اليوم احنا نقول ان المغرب فعلا لديه فريق عالمي. وانا حتى اخوي احمد لربما قال عن البدلاء، لا، المنتخب المغربي لديه بدلاء مميزين، بس الفتره هذه اللي جه فيها الكابتن وليد الرقراقي تو، يعني ما صارت تقول شهرين تقريبا، وجمع المجموعه هذه. ولكن انا متاكد ان في الفتره الجايه راح نشوف منتخب المغرب يعني بصورة أفضل مما شفناه اليوم. صراحة جمعنا وخلانا يعني نفرح طول فترة البطولة، ولآخر يوم أو قبل الأخير قبل البطولة، يعني راح يلعب على الثالث والرابع. أتمنى لهم التوفيق في المباراة الجاية. المغرب من الأربعة الكبار. شكرا شكرا شكرا، رفعتوا راسنا. تفضل. خالد، اليوم شفنا المنتخب المغربي بكل امانه يعني قدم كل ما عنده داخل ارضيه الملعب. منتخب نفتخر فيه كلاعبين، نفتخر فيه كجهاز فني. للامانه سووا شيء ما يعني يعجز عنه اللسان. يستاهلون انهم وصلوا من اربعه في العالم، يعني من 4 منتخبات في العالم، فهذا بحد ذاته انجاز. انا شفت البعض يعني زعلان انه المنتخب المغربي ما وصل للنهائي، بالعكس هذا المنتخب نفتخر فيه، من ضمن الأربعة الكبار، وممكن بعد يومين يصير من الثلاثة الكبار في العالم. فصراحة شيء يشرف. أتمنى أنهم يعني يكونون يعني يخفون عليهم اليوم، لأنه ما في منتخب عربي وصل للإنجاز اللي سواه. تفضل ناصر. خالد، أنا حبيت نشكر المنتخب المغربي أنه اليوم أعطانا الحلم اللي كنا قديش من عام نستناو فيه. اليوم المنتخب المغربي أكد اليوم وقت اللي تخدم وتنضبط وتكون عندك اليات نتاع لعب قادر تتعدى الادوار متقدمه، خاصه في كاس العالم. نحكيو على دور نصف النهائي في كاس العالم. في وقت من الاوقات كنا نحلموا الفرق نتاعنا الوطن العربيه بصفه عامه توصل حتى للدور 16، وبعد نقولوا ان شاء الله معناتها كل مره نعملوا خطوه. لكن المنتخب المغربي كسر القاعده هذه، وكان المنتخب المغربي اعطانا امل اللي قادرين نخدموا على رواحنا، وقت اللي ننجزوا نخدموا نجموا نمشيوا لبعيد. اليوم هذه حاجه مهمه برشا بالنسبه لي انا. اليوم المنتخب المغربي من الناحيه الرياضيه هو شرف لكل العرب، شرفنا نورنا، كان احسن مثال للعرب اليوم اللي بالحق بعد تنظيم الكاس العالميه بامتياز. زاد المنتخب المغربي يخرج من قطر زاد بامتياز بصراحه. صحيح المرتبه الثالثه في الميزان، لكن هذا كله ما يغير حتى شيء. المنتخب المغربي اليوم لازم بد انه يخرج راسه مرفوع، حتى في الاداء الجماعي والفردي كان ممتاز اليوم المنتخب المغربي. اشرف بن عياد مع القائد رومان سايس. شكرا لكم مع قائد المنتخب المغربي رومان سايس. رومان، une nuit difficile mais vous êtes fiers. أمسية صعبة، ولكن أنتم فخورون بكأس العالم هذه. مثل كل لاعب نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة. كنا نريد أن نفوز مثل كل المباريات، ولكن لم يحصل ذلك. ولكن الحمد لله نحن فخورون بما قدمناه. تبقى لنا مباراة ومركز ثالث لا يستهان به.
وليس لدينا أي ندم. لعبنا بمنقوصين من المصابين، والحمد لله وصلنا إلى هذا المستوى، قدمنا إنجازا كبيرا. كان بإمكاننا الأفضل أو ربما الأسود والأسوأ، ولكن نحن سنبحث عن المركز الثالث. إذا تحلم بحمل كأس عالم مثل هذا. لدينا مهارات عالية ولاعبون جيدون يلعبون في أفضل النوادي والدوريات، ولاعبون كانوا بعقلية مميزة. ذلك ما صنع الفارق. لدينا روح مجموعة استثنائي أمكننا الوصول إلى هذا المستوى اليوم. ما قدمناه جيد، ولكن علينا أن نستفيد من ذلك للمستقبل. ستكون هنالك منافسات قارية ودولية أخرى حتى نبحث عن الألقاب. شكرا.